أنا اليوم حنا تنتواجدوا بالقاعة الكبرى بجامعة مدينة فاس. أنا جيت سعيد وجيت فخور بالتحاقي بالحزب الأصالة والمعاصرة، نشكر السيدة النائبة الحاجة خديجة الحجوبي على الدعم ديالها والاختيار ديالها، اللي كانت هي من الأوائل اللي باش أزمي حسن محسن يحمل المشعل ديال فاس الشمالية. وكذلك المدعم الروحي الابوي السي عزيز البار كذلك كنشكروه وتنحيوه من هذه المنابر. وكذلك تنرحب بالمناضلين والمناضلات ديال الحزب الاصاله والمعاصره، وحنا ان شاء الله تنقولوا فاس الشماليه والجنوبيه راها الطاميه، وان شاء الله نكونوا بحسن الظن ديالهم. وتبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله المنتخبين فاس كانوا حاضرين. سمعتوا في القاعة أننا الحمد لله يد واحدة. حزب الأصالة والمعاصرة غيكون في الصدارة إن شاء الله. حزب الأصالة والمعاصرة لم يغيب عن المواطنات والمواطنين 4 سنوات، يعني كان حاضر، وانتم عارفين اللقاءات اللي كانت في هذه القاعات يعني متكررة وعديدة، والالتزام مع المواطنات والمواطنين كاين، والحصيله ديال المنتخبين ديالنا تشرف. وحنايا الحمد لله ماشيين في استراتيجيه صاحب الجلاله الملك محمد السادس، اليد النظيفه، كذلك القرب من المواطنات والمواطنين وتتبع المشاريع والدفاع عليها. والحمد لله فاس ان شاء الله طاميه وفاس متحده بجميع الهياكل ديالها التنظيميه. المعاصرة في مدينة فاس، لقاء إقليمي فيه الحضور ديال القيادة الوطنية، السيد الوزير وأعضاء المجلس السياسي وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات، فيه إشارة قوية على أن البام فتح أبوابه، عنده جاذبية خاصة. كل المناضلات والمناضلين والمغاربة اللي بغاو يمارسوا العمل السياسي مرحب بهم في صفوف الحزب في مؤسساته، إن على المستوى الجهوي، على المستوى الإقليمي، على المستوى المحلي، على المستوى الشبيبة، على مستوى المرأة، كل أبواب الحزب فهي مفتوحة. اللي نقول وهو أنه البام تنظيميا يعد عدته. عندنا الطموح المشروع باش نكونوا الحزب الاول في المحطه 29 طبعا، ومآمنين اننا سننهي المرحله مع التحالف الى اخر رمق. غادي نكونوا منسجمين مع ذاتنا، عندنا خطاب واضح هو اننا ندافع عن حصيله عمل الحكومه وعن حصيله الوزراء ديالنا في هذا التحالف الحكومي. ما كنغدروش، ما غدارينش، لا نخذل من تحالفنا معهم، ولا نخذل حتى المعارضه التي نتقاسم معها مجموعه من الافكار ومجموعه من المبادئ اللي كننضلوا عليها الجميع كبرلمانيين او كاحزاب سياسيه. الهم ديالنا الاول والاخير هو خدمه الصالح العام وفق التصور الكبير ديال جلاله الملك، باش المغرب يكون دوله صاعده متضامنه تضمن الكرامه لجميع المواطنات والمواطنين، تحقق العداله المجاليه، تنهي بين مغرب السرعتين، ونكون كما قال جلاله الملك في احدى خطبه ديال انه افتتاح الدوره البرلمانيه كاين المغرب ديال ما قبل 31 اكتوبر ومغرب ما 31 اكتوبر، وبعد تحديات كبيره هي الوحده الترابيه للبلاد، انتصارات على المستوى الدبلوماسي، على المستوى التنموي، على المستوى النموذج التنموي، على المستوى ضمان كرامه المواطنات والمواطنين فيما هو يعني كيخص المعيش اليومي ديالهم، واللي كيخص
كل ما له علاقه بالحياه اليوميه. استاذ اخر سؤال، هل انهت قياده الحزب تزكيه يعني القيادات بعمل فاس، وهناك اخبار على استقطاب وجوه جديده؟ اكيد انا نقول لكم راه الحزب تراكتور فتح الباب وما سديش على راسنا، وعندنا رغبه اكيده بهذه الجاذبيه اللي خلق الحزب على المستوى الوطني، والمنهجيه التي يدبر بها الملف السياسي، الملف التدبيري، والصدق والاخلاص والتعاطي بكلام واضح بدون ازدواجيه، هو اللي غادي فيه بقوه بايمان وباراده راسخه، ومعبئين جميع المناضلات والمناضلين، شباب نساء برلمانيين منتخبين ومناصرين، باش نحسموا هذا الموضوع ديال التدافع باخلاق، تدافع بعيدا عن الشعارات، تدافع النزيه، باش يمكن نكونوا الحزب الاول، وباش يمكن يعني نخدموا من الموقع اللي كنناضلوا باش نكونوا فيه تحت شعار كلمتين هامتين، هو الامل والعمل، العمل فالعمل والامل.